مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بالعناوين. حاكم إقليم الكاشبركة يزور تسني وقلوش. ارتياح لخدمات العلاج الطبيعي في عدقيح. دورة تدريبية لأعضاء وزارة الإعلام. سقوط 4 قتلى في فندق بالصومال بعد هجوم لحركة الشباب. واشنطن تخفف حظرها النفطي بعد اختراق حققته السلطة والمعارضة في فنزويلا. كندا تكشف استراتيجية جديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. السلام عليكم ورحمة الله. زار حاكم إقليم الكاشبرك السفير محمود علي حروي مديريتي تسني وقلوج من 21 وحتى 26 من نوفمبر متفقدا أنشطة الحصاد. وهدفت الزيارة التي رافقوا فيها مدراء المديريتين والمهنيين الزراعيين لبحث أنشطة جمع المحصول وإيجاد الحلول للنواقص. وذكر المهنيون الزراعيون خلال زيارة مشروع القدر الزراعي توقع محصول وفير هذه السنة وحصاد مزارع المحتاجين بالنفير. وتفقد السفير محمود حروي مزارع مديرية قلوج والمستوى الذي بلغته وبحث مع الجهات المعنية وسائل إسراع الحصاد وجمع المحصول. وشملت الزيارة تفقد أعمال الحصاد الجارية بالشعب والجيش الشعبي في مشروعي كتاي وقرست. ودعا حاكم إقليم الكاشبرك السفير محمود علي حروي في ختام الزيارة للدفع بأنشطة الدعم الجارية لأسر الشهداء والمرابطين للدفاع عن الوطن. أوضح المهنيون الصحيون بأن معدات العلاج الطبيعي التي أدخلت في مستشفى الدقيح في 27 من نوفمبر خلقت الارتياح للمرضى. وذكر بأن المرضى كانوا يضطرون للذهاب إلى أسمرة لتلقي خدمات العلاج الطبيعي ومعاناتهم الكبيرة من المنصرفات المالية والسفر. وقال المدير الطبي للمستشفى الدكتور زغزاب كفلزجي إن جهود متواصلة تبذل لتطوير خدمات المستشفى. وأشار مسؤول الخدمات الصحية الدكتور ولدآب جرزجير إلى إدخال المعدات الطبية التي تقدم الخدمات المتكاملة في المستشفى هذه السنة. أوضح عضو اللجنة الصحية في مديرية الدقيح السيد كفلاي صقاي أن سد احتياجات المستشفى جزء من عملية إحلال العدالة الاجتماعية. هذا ويقدم مستشفى الدقيح الخدمات أيضا لمديريات صنعاء ورونا وميعيني وفرو وسجنيتي. خرجت وزارة الإعلام 130 من أعضائها اليوم 28 من نوفمبر من دورة تدريبية نظمت في 3 دفعات منذ شهر يناير 2022 بالتعاون مع وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة. تضمن التدريب مجالات أخلاقيات المهنة وأولويات الإعلام وإعداد الأخبار وتقديمها والاستخدام الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليل محتوى الإعلام وكتابة الخبر ذي مصداقية وأهمية الدراسات وإعداد خطط العمل وإعداد الوثائق التاريخية. وأوضح وزير الإعلام السيد ماني قبر مسقل في مراسم التخريج التي جرت في قاعة هجر بوزارة الإعلام إن تطوير القدرات البشرية من أولويات الوزارة، مشيدا بمساهمة الشركاء لتحقيق ذلك، وأن المشرفين والمنظمين للدورات التدريبية. وقال مندوب وكالة التنمية الأممية في إريتريا السيد جيمس واكاياغا إن على الصحفيين العمل المسؤول لضمان نقل المعلومة الصحيحة وعكس تطور تاريخ وطنهم من وجهة نظرهم، مشيدا بجهود الحكومة الإريترية ووزارة الإعلام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه أوضح منسق مؤسسات الأمم المتحدة في إريتريا السيد أينيس تشوما الدور الكبير للإعلام في توعية المجتمع والدفع بتطور البلاد، وله دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. شارك عموما في الدورات التدريبية المنظمة بتعاون وزارة الإعلام ووكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة لعام ونصف العام 186 عضوا بينهم 75 من الإناث.
ارتقت 4 مدارس ابتدائية ومتوسطة إلى المرحلة الثانوية لسد متطلبات التعليم في إقليم عنسبة. وأوضح مسؤول التعليم الثانوي في الإقليم الأستاذ خلسن بتزرعي أن المدارس المتواجدة في مديرية حقات وحمل ماله وعلى برعد وقلب ستسهم في مشاركة ومواصلة الطلاب للتعليم. وذكر مدير مدرسة كرمود الأستاذ سهل عبد الظهن أن انتقال مدرستهم إلى المرحلة الثانوية يستفيد منها قرى شبق وعد عمر وعد أري وفقابروت وعد حامد وخاروات وفلحيتو وجولدميت ودنبعد صيقاي وصحاف وقولة. من جانبه دعا ممثل مكتب التعليم في مديرية حقات الأستاذ إدريس عبدو أولياء الأمور لتشجيع ومتابعة أبنائهم مع توسع التعليم، مشيرا إلى ارتقاء مدرستي بادوب وشيتل الابتدائيتين إلى المرحلة المتوسطة العام الماضي، وفتح 5 رياض للأطفال في بقو وكرمود وشيتل والأمل والأنوار. فزوات توجد في مديرية حقات 37 مدرسة تقدم التعليم لأكثر من 12,000 طالب إلى جانب 3 مدارس عريوت. استشهد يوم 26 من نوفمبر عضو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة دائرة الخارج المناضل أكد حامد أكد عن عمر بلغ 76 عاما جراء مرض ألم به. نشط المناضل أكد من عام 1970 وحتى 1976 في الاتحاد الوطني لعمال إريتريا عضوا ومسؤول خلية، ليلتحق عام 1980 بصفوف الجبهة الشعبية، وعمل حتى عام 1988 عضو الهيئة الإدارية اتحاد العمال وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، ومن عام 1988 وحتى 1990 رئيسا لاتحاد العمال. بعد ذلك عمل المناضل أكد حامد أكد في السنوات الأولى للاستقلال مسؤولا لمنطقة كسلة ومديرا لإقليم بركة ومديرا كذلك لإقليم الساحل. وكان المناضل أكد عضوا في اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا من عام 1987 وحتى 1994، ومن 94 و 900 وألف عمل مسؤولا للشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم شمال البحر الأحمر، وسكرتير الجبهة في إقليم عنسبة، ومسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الرياض وضواحيها بالمملكة العربية السعودية. المناضل الشهيد أكد حامد أكد متزوج وأب لابنين، وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 10 من يوم غد 29 من نوفمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل أكد حامد أكد، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. الأمنية لفندق فيلا روز بالعاصمة مقديشو المستمر منذ تعرضه لهجوم نفذته حركة الشباب، وسمع عدوه انفجارات وإطلاق نار حول هذا الفندق الذي يرتاده عادة البرلمانيون وكبار المسؤولين، ويقع على مسافة شوارع قليلة من مكاتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وقال البرلمان الصومالي أن جلسته المقررة الاثنين قد أرجئت بعد الهجوم. وذكر البرلمان في بيان أنه تم إبلاغ جميع أعضاء مجلسي البرلمان بتأجيل الاجتماع. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وهي جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية منذ 15 عاما. وأدانت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال الهجوم، مشيدة بقوات الأمن الصومالية لردها السريع تفاديا لسقوط مزيد من الضحايا وإلحاق الضرر بالممتلكات. تمكنت السلطة والمعارضة في فنزويلا من تحقيق اختراق هام في المفاوضات بينهما، والتي تحتضنها مكسيكو، مع توصلهما إلى اتفاق اجتماعي واسع النطاق حظي بترحيب الولايات المتحدة التي سمحت لشركة شيفرون النفطية باستئناف عملها في البلاد الخاضعة للعقوبات. وسيسمح
هذا الاختراق بتخفيف محتمل للعقوبات الاقتصادية والسياسية الصارمة التي تفرضها واشنطن على كاراكاس، كما سيكون لخطوة من هذا النوع تأثير كبير على أسواق النفط العالمية، وقد تخفض تدفق اللاجئين من فنزويلا إلى دول المنطقة. في السياق، صرح وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارداد الذي بذل جهود وساطة بين الطرفين بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قاعة اجتماعات أحد فنادق العاصمة المكسيكية يشكل أملا لأمريكا اللاتينية برمتها. وأشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بخطوة نحو فصل جديد لبلاده التي يجب أن تواصل التحرك نحو السلام والرفاهية اللذين نريدهما جميعا على حد تعبيره. كشفت كندا استراتيجيتها الاقتصادية والدبلوماسية الجديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخصصت 1.7 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة للخطة التي تهدف إلى التخفيف من وطأة المخاطر التي تمثلها الصين. وبنت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو استراتيجيتها على محاور 5 رئيسية، لا سيما عن طريق إرسال سفينة حربية إلى المنطقة وتعزيز التجارة والاستثمار ودعم مشاريع وتمويل البنية التحتية المستدامة وزيادة الحضور الدبلوماسي الكندي. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان إن مستقبل منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو مستقبلنا، فلدينا دور نلعبه في تشكيله. وكشفت كندا هذه الاستراتيجية بعد جولة في المنطقة أجراها ترودو وجولي اللذان شاركا في مؤتمرات عدة. قضى 11 شخصا على الأقل جراء انهيار أرضي خلال إحياء جنازة في ياوندي عاصمة الكاميرون. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بأن الشرطة انتشلت 4 جثث من موقع الحادث في حي دماس الشعبي عند الطرف الشرقي لمدينة ياوندي. وحاول مئات من السكان المصدومين العثور على أقربائهم، فيما كانت فرق الإسعاف تحاول شق طريقها نحو مكان وقوع المأساة. وياوندي واحدة من أكثر المدن رطوبة في إفريقيا، وهي مكونة من عشرات التلال شديدة الانحدار والتي تصطف على جوانبها الأخواخ. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث عدة فيضانات مدمرة في أنحاء البلاد هذا العام، مما أدى إلى إضعاف البنية التحتية وتشريد الآلاف. ختام نشرة أخبار المساء تذكير بالعناوين. حاكم إقليم القاشبركة يزور تسني وقلوج. ارتياح لخدمات العلاج الطبيعي في عدلقية. دورة تدريبية لأعضاء وزارة الإعلام. سقوط 4 قتلى في فندق بالصومال بعد هجوم لحركة الشباب. واشنطن تخفف حظرها النفطي بعد اختراق حققته السلطة والمعارضة في فنزويلا. كندا تكشف استراتيجية جديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.